السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة احنا في جنة أكتوبر علشان نشوف آخر التطورات اللي موجودة ونجاوب على أسئلة عدد من أصدقائنا اللي كانوا موجهينها بخصوص جنة أكتوبر. جنة أكتوبر اللي يعتبر أحد المشاريع اللي في محور الإسكان المتميز أو الإسكان الفاخر التابع لبنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد أفخم المشروعات اللي بيقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بيقدم مستوى إسكان فاخر ومستوى حدائق متميز وأمن وبوابات، وزي ما احنا شايفين كده مستوى عالي جدا من التشطيب ومن الخدمات ومن اللاندسكيب والطرق. يمكن تحديدا النهارده احنا 13 اكتوبر وبنعمل الزيارة ديت علشان نشوف المرحلة التانية، والجزء من المرحلة دي هي المرحلة اللي فيها تمويل عقاري وفيها جزء من عماير العاملين بالخارج اللي بتتباع بالدولار. والسؤال الأهم اللي الناس كانت بتسأله هو ايه السعر العادل اللي ممكن يكون مناسب للشراء حاليا. احنا في شهر 10/2023. الاوفرات دلوقتي اخر طرح الشقق ل 130 متر كانت نازلة في الجهاز عاملة تقريبا 1,200,000 او 1,300,000 1,300,000 تقريبا. والاوفر دلوقتي بيتراوح على حسب المميزات والفيو وهي بحري ولا مش بحري، والدور قريب ولا اخير ولا ارضي. بتبتدي اعتقد دلوقتي من 800 850 750. ممكن تلاقي في شقق كتير قوي باوفر 750 بالنسبه للطرح الاخير، ولكن التميز بيزود من سعر الشقق في بعض الاماكن. العماير اللي قدامنا دي عماير المرحلة الأخيرة أو الطرح الأخير اللي كانت موجودة في جنة أكتوبر، والمرحلة اللي حتى الآن كان جدول التسليم بتاعها نازل إن هو من المتوقع التشطيب هيكون في شهر 12 والتسليم هيكون في شهر 12/2023. بعض العماير هنا ابتدى يركب لها الألموتال الخاص ببعض الشبابيك. ده معناه ان الشقق دي اتعمل لها السيراميك بتاعها، وفي شقق تاني لسه زي ما احنا شايفين. ده الجزء الأخير من الطرح الأخير، وهي مجموعة من العماير اللي لازالت حتى الآن لسه تحت التشطيب الخارجي والداخلي. يعني ممكن يكون الخارجي يكون في اللاندسكيب والمناطق، والداخلي يكون لسه في التشطيبات وتركيب أعمال السيراميك زي ما احنا شايفين مثلا، ولسه أعمال الدهانات وتشطيب الحمامات. لسه في المرحلة دي تقريبا من 160 أو من 170 أعتقد، من 150، من عمارة 150 لحد عمارة 200 أو 212. العماير دي لسه زي ما احنا شايفين لسه العماير تحت التشطيب. يعني مثلا دي عمارة هتلاقيها لسه الشغل بتاعها فيها حاجات كتير قوي. لسه اللي قدامنا دي 188 لسه برضو فيها حاجات كتير تقريبا لسه هيتعمل فيها السيراميك او شغالين حاليا في السيراميك للشقق. فمتوقع ان العماير دي هتاخد لحد اول السنة، وممكن تطول 3 أو 4 شهور تانيين على اقصى تقدير. يعني ممكن تكون في الربع الاول من 2024. ده برضو المربع الاخير بتاع الطرح الاخير، برضو زي ما احنا شايفينه لسه العماير برضو فيها شغل زي ما احنا شايفين. طب التوقعات بقى للأسعار
تحرك سعر الدولار وتأثير سعر الدولار دوت على تأثير سعر الدولار دوت على سعر الشقق. من المتوقع ان يكون في تغيير في الاسعار، والكل دلوقتي مترقب بشكل كبير جدا الطرح اللي هينزل 15/10 بالنسبة لجنة في المحافظات زي جنة المنصورة وجنة دمياط، عشان يشوفوا التحرك في السعر قد ايه. وطبعا في طرح تكميلي في جنة في اكتوبر، فالطرح ده هيبين الى حد كبير تحرك الاسعار هيبقى عامل ازاي. مع اني شايف ان اكتر مشروع هيأثر في مستوى اسعار جنة هو المشروع المزمع طرحه اللي موجود في اكتوبر جنب بورتو اكتوبر. مشروع المحور سكن كل المصريين للإسكان فوق المتوسط، يعني مش سكن مصر ومش دار مصر، هو سكن فوق المتوسط. دي هتكون عماير 120 و130 و140 متر، ودي هتكون عماير مش كومباوند، وهتكون عماير استلام فوري بنظام تقسيط. فسعرها هيأثر بشكل كبير جدا على سعر جنة اكتوبر في الفترة اللي جاية. يعني لو نفترض الطرح هناك نزل ب1,200,000 أو 1,300,000، تخيل انت بقى هنا الدنيا هتبقى واصلة لحد فين. فدينا احنا في الانتظار عشان نعرف اخر التطورات اللي ان شاء الله هتحصل خلال الفترة اللي جاية. بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى الجولة السريعة ديت، واتمنى ان انا اكون فدتكم بشكل ان شاء الله يكون مفيد. ملخص الموضوع: لو عندك شقة حافظ عليها دلوقتي، ما تستعجلش في بيعها، لان الاسعار في اول 24 احفظ الفيديو ده واتأكد منه كويس قوي. الاسعار في اول سنة 2024 هتكون في حتة تانية خالص. شكرا لحضراتكم. ودي شكل الحديقة الخارجية لجنة